السلام عليكم. النهارده ان شاء الله اخر يعني حلقه هنتكلم فيها برضو عن الضغوطات وكده والمذاكره وكل حاجه تتعلق بالناس المضغوطه قبل الامتحانات، سواء ثانويه عامه او اي امتحانات تانية. او يمكن النهارده الحلقه بركز فيها على فكره ازاي الواحد يحصل معلومات وكده، وخصوصا في وقت خلاص ان احنا الامتحان يعني قرب الامتحان او قرب الحاجه اللي انا محتاجه اديها في الوقت ده. فالحاجة اللي انا هتكلم فيها النهارده، يمكن انا مش هقعد اقول اللي هو واحد اتنين تلاتة نعمل ايه وما نعملش ايه. ولكن انا بس هنقي الحاجات اللي ليها علاقة. انا هقول ايه الاوبشنز الموجودة، ويعني هنقي بس الحاجات اللي ليها علاقة، اللي هو ازاي الواحد يقدر يبقى فعال شوية في المذاكرة بتاعته ويقدر يحصل معلومات، علشان يقدر يواجه القلق والتوتر اللي بيبقى موجود. فانا هنقي بس الطرق او الحاجات اللي هتخفف مستوى من القلق والتوتر، بحيث ان انا اقدر استوعب واقدر يعني اجمع معلومات اكتر في الوقت الحرج اللي احنا فيه ده. فالكونسبت بتاع النهارده اللي انا يعني لو بس ما طلعتش من الحلقه بتاعت النهارده غير بالجمله دي، ان خليك مرن. خليك مرن في المذاكره في الايام دي. يبقى انا يعني لو طلعنا بس ده كفايه جدا، والباقي بقى اتصرف فيه زي ما انت شايفه مناسب، سواء من حاجات انا بقولها او حد تاني قالها. وغالبا هتلاقي الحاجات كلها متشابهه. فخلينا نخش في الموضوع. الفكره بتاعت خليك مرن ايه؟ ان انت دلوقتي لو يعني انت شاطر وكويس وخلاص وانت بتذاكر الدنيا ماشيه معاك كويس، لو سبت نفسك لحظه واحده اللي هو ان انت بتلقائيه كده من غير ما تاخد بالك تحس في مود قلق، وسرحت في مود قلق من غير كنترول زي ما قلنا في اول حلقه. انت مش قاصد ان انت تعمل وري بريك او حاجه، مش قاصد ان انت تقعد تظبط الموضوع ده تعمل عليه كنترول بشكل او باخر زي ما قلنا في الحلقه اللي هي من حلقتين فاتوا. لا، انت سرحت. انت كنت عمال بتذاكر، بعد كده فجأة سرحت وخلاص بقى، ودخلت في مود القلق ومش عارف تطلع منه. فهي الفكره بتاعت خليك مرن، ان انت ما تسمحش لنفسك اصلا ان انت تخش في المود ده. ان انت ازاي تشفت من حاجه للتانيه بسرعه، من نشاط للتاني ليه علاقه بالمذاكره بسرعه، من غير ما تبقى ستك، من غير ما تبقى تلاقي نفسك وقفت عند حته سد كده، لا انت نفسيا قادر ومش قادر تجيب المومنتم تاني. المومنتم اللي هو مش عارفه ايه اسمها ايه بالعربي، بس اللي هو ان انت يعني تجيب تستجمع طاقتك وقوتك تاني، اللي هو يلا بقى نبدا من جديد، تدور العجله من اول وجديد. مش محتاج تسخن تاني، خلاص. انت الدنيا يعني انا الهدف الاساسي بتاعي اليومين دول قبل الامتحانات ان العجله تفضل دايره، وان المود يفضل ثابت ما يقعش مني الفتره اللي جايه. فهنعمل ده ازاي؟ لو احنا المراحل بتاعه المذاكره، ان احنا يعني اي حاجه بنذاكرها او اي حاجه بنحاول نثبتها في دماغنا بتعدي بايه؟ ان انت في الاول اول مرحله خالص واسهل مرحله بتبقى على الواحد ان هو يسمع. في اللقطه دي انت مثلا بتسمع درس، بتسمع محاضره، اللي هو بتشوف كده الموضوع من بره عامل ازاي. اللقطه دي بتبقى ممتعه الى حد كبير، خصوصا لو اللي بيشرح قدامك حد شاطر، لان انت بيبقى عندك متعه. بيبقى يعني متعه التعلم نفسها دي نفسها بتشغل الريورد سيستم بتاعك، اللي هو جهاز المكافاه الموجود في المخ بتاعك. فبتبقى مستمتع اصلا انت بتعرف حاجه جديده وكده. مستمتع بالمعلومات، مستمتع ان انت بتسمع وبتفهم وبتتعلم حاجه جديده. ماشي. فدي المرحله اللي هي تعتبر الى حد كبير مرحله اسهل ما يكون، ان انت بس بتستمع بشكل باسف خالص، بس بتسمع. اللي اصعب منها شويه ان انت لا، انت بتسمع بتركيز وبتحاول ان انت تركز المعلومات شويه في دماغك، خلاص، عن طريق ان انت بتكتب نوتس، بتسال اسئله، بتحاول تحفظ الكلمه مثلا المدرس او المدرسه قالتها بطريقه معينه، بتتحفظ بطريقه معينه، فانت عمال بتقولها وراه عشان بتثبتها في الاول. ودي عايزه مجهود اكبر سنه. المرحله اللي بعدها ان انا بقى بحاول افهم واحفظ والخص واعمل يعني ايه، اعمل التلخيصه بتاعتي، اعمل انا النوتس بتاعتي، او اعمل الطريقه بتاعتي، السيستم بتاعي، ان انا همشي بيه علشان خاطر اتعامل مع المساله الفلانيه، مع السؤال الفلاني، مع الموضوع الفلاني. هرتبه انا في دماغي ازاي،
هحفظه ازاي؟ وهتلاقي بقى هنا تبتدي الابتكار بقى يطلع، كل واحد بقى مربط مثلا حاجه معينه بيحفظها بحاجه معينه، جمله بحدث معين في دماغه، حاجات معينه في دماغه، علشان هو يربطها، يعني يثبتها اكتر في دماغه. فدي المرحله الثالثه، ودي طبعا دي بقى اللي احنا بناخد فيها وقت، ودي اللي المفروض ان انت بتستهلك طول السنه مثلا فيها، ان انت بتحاول ازاي تفورميوليت المعلومات دي بطريقتك انت وباسلوبك انت، بحيث ان هي يعني تتاصل كده جوه دماغك. تمام. وبعد كده بتيجي بقى المرحله ان انا بعيد وازيد وهنتف في المعلومات دي، بعيد وازيد واقرا تاني واحفظ تاني واحاول اسمع ومش عارفه ايه، بس من غير البريشر بتاع ان انا ان انا بحل لوحدي. يعني انا بحاول استرجع المعلومات وكل حاجه وبحل اسئله، بس انا بسامح لنفسي ان انا ببص في المصادر بتاعتي والمصادر ومصادر تانية علشان خاطر اعرف احل. فهنا انا ببتدي بقى ايه، انا بعمل اكسرسايز وفي نفس الوقت انا بثبت المعلومات اللي انا عارفها. المرحله بقى اللي هي خلاص، اللي هي يعني دي اخر مرحله بقى، ان انا خلاص بقيت بعرف احل وبعرف اتعامل مع اي سؤال، بعرف احله من تلقائيا. خلاص انا المعلومات بقت حاضره في دماغي وبعرف احل النوع ده من المسائل، وعارف السؤال ده محضر له سكيمه في دماغي وبعرف احله بالطريقه الفلانيه. فانا خلاص يعني هنا بقى تبتدي السهوله، الدنيا تبقى اسهل واسهل كمان. التشالنج بيبقى حاجات بسيطه لو انت بتتعرض لحاجه جديده ساعتها، وهي دي طبعا المرحله اللي احنا بنبقى نفسنا ان احنا نوصل لها قبل الامتحانات. طيب اللي بيحصل ايه بقى دلوقتي؟ انا داخله على امتحان، الامتحان خلاص فاضل له كام يوم مثلا، فنتيجه للقلق في اكيد في حاجات مننا بتقع، في حاجات احنا شاطرين فيها اكتر من حاجات تانية، وكمان في عامل القلق والتوتر اللي هو العادي الطبيعي ان انا متنشن، فالتنشنه دي مخليني اركز اكتر وانجز اكتر واقعد على المذاكره اكتر. ولكن زي ما قلنا ممكن تقلب لا بانكزايتي مش فعاله خالص، وتخليك اصلا لا عارف تذاكر ولا عارف تعمل حاجه. فمجرد ان انت عرفت ان في مستويات، ان انا فكرتك انت عارف اوريدي، بس انت كنتش عارف ان هم ليفلز. فانت هنا بقى بتدي لنفسك مرونه، ان انا لو انا مش عارف اعمل دي، انا بسرعه هنتقل للحاجه التانيه، او هستخدم طريقه تانيه للمذاكره دلوقتي. لو انا حتى الدنيا قفلت معايا خالص هرجع لليفل واحد، انا هرجع ان انا طب هسمع وخلاص، هسمع الدرس المتسجل وخلاص، هقرا وخلاص، هبص في النوتس بعينيا وخلاص، هسمع ده حاجه في اليوتيوب ليها علاقه بالموضوع ده بتشرح الموضوع ده من حد تاني وخلاص. يعني اللي هو عندك مرونه، انا مش بقفل من المذاكره خالص، مش بقول ان انا لا خلاص الدنيا قفلت انا مش عارف احل انا مش عارف لا، انا بشوف ايه الليفلز التانيه اللي ممكن اشتغل عليها دلوقتي، بحيث ان انا ما افصلش من المذاكره، ما افقدش المومنتم بتاعت المذاكره. فانا دايما قاعد في المود بتاع المذاكره، حتى لو مجرد هسمع بس، هسمع ومش بذاكر وانا نايمه على السرير انا بسمع، يعني انا حاطط نفسي في المود بتاع الماده دي او الحاجه اللي انا شغال فيها دي. تمام. يبقى هي الفكره الاساسيه ان انت دونت جيت ستك، لقيت نفسك مش عارف تحل ارجع للي قبلها. طب هحل وافتح الكتب، مش عارف احل وافتح الكتب، مش قادر اركز للدرجه دي، طب احاول ارجع للتوبيك ده، يمكن هو لسه محتاج يترتب ترتيبه تاني، يتلخص تاني، يتظبط تاني، يمكن الله اعلم. خلاص ولسه عندنا شويه وقت ان احنا نعمل كده، هنعمل كده. من التريكس الثانيه ومن الحاجات المهمه الثانيه اللي انت تاخد بالك منها، ان احنا خلاص لما بنيجي نتزنق قبل الامتحان بحبه صغيرين والوقت بقى ضيق، الوقت ده برضو انا عايزه احافظ تاني، انا كل ده انا عايزه احافظ على نفسيتي، لان انا لو انهارت وحسيت ان انا مش فاكر حاجه ومش عارف حاجه ومش عارف اتعامل في حاجه، الدنيا هتقع مني. فانا عايزاك برضو تفكر ما بين حاجتين. يعني الناس تقول لك ايه، خلاص مثلا في اول اليوم لا ابدا بالحاجات الصعبه الغلسه على قلبك، ابدا مثلا بيها في اول اليوم علشان الدماغ بتبقى صافيه وكلير، فتقدر تستوعب احسن وتقدر تمشي اكتر في الحته اللي انت واقف فيها. ماشي. ناس تانية تقول لك لا، انت ابدا بالحاجه السهله، الحاجه البسيطه اللي بتفتح نفسك على المذاكره علشان نفسك تتفتح وتكمل، وبعد كده وتخش بعد كده في الحاجات الاصعب بعدين. انت محتاج ان انت تعمل توازن ما بين الخيارين دول وتكون مرن وتشوف انت ايه اللي بيناسبك اكتر. يعني انا هقول لكم مثلا، ساعات الواحد فعلا بيبقى صاحي فايق
وقادر ذهنيا ان هو يخش على حاجه صعبه وقاعد يقعد عليها ويحس ان هو ده كانت حاجه كويسه ان انا صحيت بدري اول حاجه اشتغلت عليها مثلا حاجه تقيله عليا مثلا جغرافيا مثلا، فخلاص حلو. يعني بس انت بقى انت جربت الموضوع ده قبل كده، او انت تعبان ومرهق النهارده ومش ذكاء، يعني مش ذكائك تركيزك مش جايب قوي النهارده، فاستخدم الطريقه التانيه. هو الموضوع مش يعني مش قران، احنا مش قرآن نازل احنا هنمشي على الخطوات دي، لا في الطريقه التانيه. خلاص هبدا بحاجه سهله تمشي الدنيا معايا. ساعات برضو العكس بيحصل، ساعات انت متحمس قوي بتقوم بادئ بحاجه صغيره وحاجه سهله عليك وحاجه بسيطه عليك، وبعد كده تلاقي نفسك قاعد بقالك مثلا ساعتين 3 بتذاكر رياضيات، والرياضيات دي اصلا انت مقفل كل الامتحانات بتاعتها ومظبط كل الشغل بتاعها، فبتديك فولس امبريشن كده، احساس كاذب ان الدنيا كويسه. فانت هنا انت بتسرح عن الحاجه اللي انت اصلا مش متظبطه ومش كويسه فيها، ومشيت ورا الاحساس الكاذب. انت ماشي ورا احساس المتعه ان انت مستمتع بانجازك في الحاجه دي، فمش عايز تبعد عنه. رغم ان ماشي الرياضيات ممكن تكون صعبه لحد تاني، او الماده دي او الحته دي صعبه بالنسبه لحد تاني وكبير، بس انت عشان انت مستمتع بيها مكان، وتلاقي نفسك الوقت بيعدي والوقت بيضيع وانت ايه، انت مبسوط ان انت مظبط الحته دي، والحته الصعبه انت مش عاملها. حاجه تانية ممكن برضو وانت عمال بتستهلك وقتك في الحاجات اللي ما كانتش محتاجه وقت ومجهود كبير بالنسبه لك، وانت عمال بتعمل كده تلاقي طاقتك على اخر اليوم استهلكت، ففعلا مش قادر ان انت يعني تدخل معلومات جديده او تشتغل على حاجه صعبه عليك او حاجه محتاجه تركيز اكتر من الحاجات التانية. فخلي بالك من التريكس دي، يعني حط الاثنين في بالك، ان انا ساعات ممكن ابتدي بحاجه سهله علشان خاطر اعرف اتشجع واخد ده، بس حاجه سهله دي اللي هو ربع ساعه نص ساعه كده اخد الحماسه بتاعتها مش اكتر. وساعات لا انا هبتدي فعلا انا جاهز دلوقتي وخلاص واحنا مزنوقين، فانا اللي هعمله دلوقتي ان انا ايه، هشتغل على الحاجه الصعبه واوعى تنسى، اوعى تعدي من ضمن الليفلز اللي قلتها، اوعى تعدي، لان دي اصل المذاكره، ان انت تقعد تعمل الفورمه بتاعتك والنوتس بتاعتك للحاجه دي، الكونسبشواليزيشن بتاعك للحاجه اللي صعبه عليك او اللي تقيله عليك. يعني انا مثلا من الحاجات اللي كانت صعبه عليا جدا في ايام الثانويه هي العربي، ومش العربي كله، يعني النحو كان بالنسبه لي جميل جدا، لكن اللي هي الحاجات بتاعه الادب اللي هي مدارس الادب، بص انا مش فاكره فيها اي حاجه دلوقتي خالص، بس فاكره ان هي كانت صعبه جدا عليا، وان انا في الاخر ما جبتش درجه كويسه في العربي غير لما قدرت ان انا اعمل نوت انا خاصه بيا، رغم طبعا كنت باخد دروس وكان في نوتس موجوده اوريدي، والموضوع يعني اللي هو محلول ودايب من الاول، بس انا مش قادره ادخله بالطريقه اللي كان المدرس بيديها، مش قادره احفظه كده، فعملت النوتس بتاعتي انا، وده كان قبل الامتحانات مثلا بشهر شهرين حاجه كده، قعدت على الادب ده عملت نوتس انا فاكره، ونوتس يعني ودبستها وعملتها على انها نوتس دي كانت بتاعتي انا، ودي اللي ذاكرت منها قبل الامتحان. وساعتها يعني يا ريتني كنت اكتشفت الموضوع ده بدري قوي، او كمان كنت خدت بالي منه في الكليه، لان انا برضو في الكليه ما كانت الحاجه اللي بتثبت في دماغي، ولما فهمت دلوقتي لما كبرت حتى اصحابي اللي هم الشاطرين والمرتبين واللي ليهم تعيين في الجامعه كانت شطارتهم بتيجي من الحته دي، ان هم بيعرفوا ازاي يعملوا كونسبشواليزيشن، يظبطوا الحاجه حسب دماغهم هم وحسب طريقتهم هم ليهم، يعني مش بس حافظين او فاهمين مع الستايل بتاع الدكتور، لا هم مرتبينها في دماغهم بطريقتهم. تمام؟ فخليك مرن وما تنسحبش ورا ان حاجه سهله فتقعد تشتغل فيها كتير، او حاجه صعبه فتقفلك، فاللي هو خلاص اليوم كله ضاع لان انت اتقفلت من البلوك من الحجر اللي كان قدامك الصبح، حاسس ان خلاص الدنيا سودة. لا، فلكسبل، ارجع، يا اما ارجع ليفل في نفس الماده او في نفس الحاجه اللي انت شغال فيها، يا اما شفت على حاجه تانية، اشتغل في حاجه تانية وارجع لها تاني، يعني ايه، الحجر ده هيلين والدنيا هتبقى كويسه. وطبعا استعين بالدعاء دايما والمحاوله، يعني هو التوكل على الله، ان انت بتسعى، ان انت بتحاول، عمال بتخبط من كل باب، هو ليترال يعني هي مشكله او حاجه عويصه كده وانت عمال بتخبط عليها من كذا ناحيه، مره احاول اذاكرها من الكتاب الفلاني، ومره احاول احل اسئله، ومره اذاكرها الصبح، ومره اجرب قبل ما انام، وهكذا. يعني المرونه هي كلمه السر في الفتره دي، ان انت ازاي يبقى عندك مرونه، ان انت تنتقل من حاله من طريقه لطريقه، ومن ماده لماده، ومن ليفل لليفل في المذاكره بمنتهى السهوله من غير ما تبقى ستك، لان انا شايفه ان
اكبر مشكله ممكن تعدي بيها في الفتره دي ان انت تبقى ستك نفسيا، تقع، تفقد الثقه في نفسك، وتاخد لك بقى يومين ثلاثه عبال ما ترجع تفوق تاني، واحنا خلاص احنا الوقت كريتيكال يعني. تمام. طيب انا يعني انا تقريبا خلصت كلامي. يا رب اكون قلت اي حاجه مفيده النهارده بالنسبه لكم. انا هقرا بس السؤال ليه علاقه بكل الكلام اللي احنا قلناه ده، علشان لو في حاجه نقدر نضيفها من خلال اجابه السؤال ده. عندي سؤال من هدى بتقول انا ثالثه ثانوي وعندي حلم ابقى دكتوره. السؤال ده كان جاي لي من حوالي شهر او حاجه. ثالثه ثانوي عندي حلم ابقى دكتوره نفسيه ومش عايزه ابقى اي دكتوره، انا عايزه الطب النفسي بالذات، ده المجال اللي انا شايفه نفسي فيه وبقرا عنه كتير جدا. حتى قلت من اول السنه انا لو ما جبتش طب بشري هدخل اداب علم نفس، حتى لو كنت جايبه صيدله اسنان. بس بوضح اني مش حاطه هدف المجموع العالي او كليه قمه. حلو، دماغك حلوه جدا في الحته دي. وكمان عاجبني انا هنا هرد حته لان هي رساله طويله شويه. انا عاجبني هنا ان انت اوريدي، حتى قبل ما انا اتكلم في الموضوع ده، انت اوريدي يعني اللي هو انت مشيتي في السيناريو لو انا ما عملتش ما وصلتش للهدف ده انا ايه البدايل اللي عندي، لان دي بتخلي الواحد يهدى ويطمن ان انا مش هبقى ستاك وان انا هعرف اتصرف. فبرافو عليك، دي طريقه تفكير كويسه جدا وعندك جد بشكل تلقائي جدا. برافو عليكي، استمري في كده. يعني لما تحسي ان انت قلقانه حاسه ان الدنيا سودة، فكري طب انا هعمل ايه لو ما قدرتش اعمل ده، هتصرف ازاي لو ما قدرتش، ايه البدايل، ايه الحلول، وهكذا. انا نفسي ابقى دكتوره نفسيه بالتحديد، وبقالي سنين كتير بجهز نفسي لثالثه ثانوي عشان ادخل الحاجه اللي نفسي فيها، بس الفكره ان حصل عكس كل حاجه خططت ليها. انا فاضل لي شهر على الامتحان، اعتقد دلوقتي فاضل لي اقل بكتير كمان. فين الامتحان، معلوماتي عن المنهج ما تخلينيش انجح، حتى لدرجه اني بقيت اقول لنفسي اني اخري ابقى اخصائيه نفسيه. انا طبعا عايزه اوضح لك حاجه، ان يعني ايا كان الشغلانه اللي هتشتغليها كلها حاجات زي الفل. يعني هو احنا اصلا احنا كدكاتره نفسيين ينفع نشتغل من غير اخصائيين نفسيين؟ ما نعرفش، احنا ما بنعرفش نعمل الاختبارات اللي هم بيعملوها، ومعظمنا ما بيعرفش يعمل علاج نفسي. يعني كل وظيفه كل شغلانه ليها قيمتها وليها تقولها، ما نقدرش نستغنى عن حاجه فيهم. فسواء انت ربنا ييسر لك ده او ده، اوعي تحسي ان في حاجه اقل من حاجه، طالما انت باشنت، يعني طالما انت بتحبي الحاجه دي وبذلتي فيها مجهود، هتتوفقي وهتبقي زي الفل وهتبقي شاطره وهتقدري تحققي المسج بتاعتك ايا كان الصوره كانت ايه يعني. ماشي. الحته دي بقى يعني عايزه ارد على الحته دي تحديدا كمان. ان حصل عكس كل حاجه خططت ليها. الحلقه بتاعت النهارده بقى هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك، استرجعي نفس المبدا ده تاني، مبدا المرونه. طبعا احنا بنخطط لحاجات كتيره جدا وما بتحصلش. 2000 يعني احنا كام 2020 اللي احنا فيها دي دليل تاني، يعني هي يمكن اكبر حاجه نطلع منها بالسنه دي الناصح، ان يعني خطط براحتك واعمل براحتك، بس في الاخر يعني دي مش بتاعتك من الاخر يعني. فان احنا لو طلعنا عندنا الريزيلينس، القوه والمرونه، ان احنا قوه التحمل والمرونه، ان احنا ازاي نتفاعل مع الحاجات اللي بتيجي عكس توقعاتنا، ده هيبقى حاجه كويسه قوي. فاللي انت بتقولي ان انا حصل عكس تماما ما خطط له، انت مثلا كنت متخيله ان انا هعمل كذا وهقدر اسوي كذا وهجمع كذا واكون مخلصه المنهج مش عارفه من قد ايه. ماشي، كلنا كده، وغالبا ده مش هيحصل بالصوره المثاليه اللي انت تخيلتيها، and it's okay. مفيش حاجه في ايدك تعمليها غير ان انت تبقي فلكسبل زي ما انت قلتي، وان انت خلاص بقى ما تبطليش. احنا خلاص الوقت قرب بتاع الامتحانات، فانت ما تبطليش، ما تقفيش دلوقتي. كملي واسعي على قد ما تقدري. خلاص احنا دلوقتي في وقت، ما تقفيش، ما تتهديش، ما تتهزيش في نفسك. احنا مكملين لحد الاخر، هنريح بقى ونتعالج ونعمل كل الحاجات دي بعد الامتحانات تخلص ان شاء الله. فاضل لي شهر امتحان مع نفسي على المنهج، ما تخلينيش انجح، حتى لدرجه اني بقيت اقول لنفسي اني اخري ماشي. ما بعدش، المهم ان انا ما بعدش عن المجال، ومش مهم اكتب ادويه ولا اكتفي بالعلاج السلوكي، خصوصا اني سمعت ان في حالات بتحتاج دكتور بالذات وكده. وبقيت الاقي لنفسي حجج اني ما اقدرش اجيب مجموع الطب ومش عارفه اذاكر من اول السنه، وكل شويه اقول يمكن عشان مش متعوده على نظام ثالثه ثانوي وكده. بس الفكره اني بقالي اكتر من 6 شهور مش عارفه اذاكر، وتركيزي ومنعدم وحالتي النفسيه بقت زيرو، والموضوع زاد لدرجه ما بقتش استوعب كلمه في الحصص. حاسه ان في غشاء على مخي بيمنع اي معلومه تدخل، وحاسه اني غبيه جدا وما بفهمش، مع اني كنت بذاكر قبل في السنين اللي فاتت وكنت بستوعب كويس جدا. انا بقيت حاسه ان في حمل كاتم على نفسي، والصداع ما بيروحش من دماغي، واني لوحدي ومحدش حاسس بيا، وبالافكار الوحشه بتسيطر عليا، وبتكلم وانا نايمه. طيب قبل ما اتكلم وانا نايمه،
طيب بصي يا ستي، أم، برضو نفس الإجابة. خلاص احنا دلوقتي في مرحلة مش هينفع فيها نرجع ونقول يا ترى ايه اللي كان بيحصل، يا ترى انا كان عندي قلق، كان عندي اكتئاب، كان ايه، عندي مشاكل ما كنتش عارفة اتعامل معاها. قد يكون ده كل دي عوامل. أم أم في مثلا عوامل، حاجات جدت في حياتك الفترة اللي فاتت مخلياكي مش عارفة ان انت تتأقلمي بسرعة، ما عرفتيش تتأقلمي بسرعة. اتس اوكي خلاص، اللي حصل حصل. يعني ركزي في فكره ان انت ما تفقديش المومنتم بتاعك، ان انت تكملي، وان انت يعني تشفتي من حاجه للتانيه زي ما اتفقنا. وان انت يعني بصي، انت هتعملي اللي عليكي كل حاجه، بس انت زي ما اتفقنا انت اوريدي مكمله في الخطه بتاعتك، ان خلاص لو خطه الطب دي ما نفعتش انا عندي خطط تانية ممكن تنفع. فاستمري، كملي فيها، وكملي ان انت تقعدي يعني تفكري نفسك بالاوبشن ده. انا هاديه، انا كويسه، حتى ان شاء الله لو ما عرفتش اعمل حاجه الفلانيه انا فلكسبل. وكمان فكري مش بس في كده، يعني مش دي الاوبشنز، ان خلي بالك ثانويه عامه مش اخر الدنيا، مش انت بس، اي حد. ولا ثانويه عامه، ولا الامتحان اللي انت داخله، ولا البكالوريوس، ولا اي حاجه من اللي انت بتعدي بيها دي اخر الدنيا. يعني انت عادي تقدر تعيد حاجات كتيره، وتقدر تغير كارير، وتقدر تعمل حاجات كتيره. يضحك عليك اللي يقولك، حتى انا اسفه لو بابا وماما هما اللي بيقولك ان دي خلاص دي اخر حاجه ممكن تعملها في حياتك، لا خالص صدقني. يعني عادي انت ممكن، انا ما اعرفش ايه الاوبشنز الموجوده دلوقتي، بس عادي انت ممكن تلاقي نفسك ما جبتيش مجموع، ممكن تعيدي. طالما انت خلاص انت عايزه توصلي لحاجه معينه، ممكن تخشي حاجه بعد كده لما تروقي وتنضجي اكتر تفكري ان انا مثلا لا، طب انا ممكن اعيد دلوقتي واخش الكليه اللي انا عايزاها دلوقتي، ايه المشكله؟ دي مش اخر الدنيا. صدقيني الفكره دي بتهدي الواحد جدا، بتهدي الواحد ان اتس اوكي، دي مش اخر الدنيا. حتى لو ما عرفتش اعمل الحاجه دي دلوقتي حالا، في الامتحانات اللي جايه دي ان شاء الله هعرف اعملها بعدين. وتعرفي ان انت ماشيه صحيا لما يكون الفكره دي مش بتخليكي تنتخي وتنامي وما تعمليش حاجه، لا بتخليكي بالعكس بتذاكري وانت مطمنه ان انت دي مش اخر الدنيا. ايا كان انا هذاكر وهعمل اللي عليا وهدعي ربنا كل حاجه، بس دي مش اخر الدنيا. حته بقى فين ان انا بتكلم وانا نايمه. سبحان الله الفتره دي بيجيلي مسجات كتير قوي عن الموضوع ده، موضوع ان انا بتكلم مع نايمه او بتحرك وانا نايمه، او وخصوصا في وقت الاسترس، او بيجيلي كوابيس. ده معناه ان في اضطراب في النوم نفسه. وغالبا في الحاله بتاعتك وفي حاله ناس كتير من اللي سالوني، ان انت علشان انت في ستريس او انت في ستريس، فيعني النوم بتاعك انت بتخش في نوم عميق لان انت داخل وانت قلقان، فعمال بتفكر في حاجات. فطبيعي الحاجات اللي انت مشغول بيها بالنهار هتطلع لك على هيئه كوابيس. يعني هو المخ هيجيب منين؟ هو هيجيب من الاحداث اللي بتحصل بالنهار. ما هو المخ بالليل واحنا نايمين بيقعد بقى يجيب الاحداث اللي حصلت ويرتبها ويشوف ايه المهم يخزنه وايه مش مهم يطيره وهكذا. ف ف يعني لما انت تكون طول النهار ستريسد وعمال بتفكر في حاجات مقلقه وحاجات متعبه، فطبيعي ان انت تنام، يبقى فيه اضطراب في النوم، وان انت تحلم بكوابيس، وان كمان تضطر يحصل شويه اضطراب في مراحل النوم نفسها، ويحصل فيها موضوع ان انت تتكلم وانت نايم واسمه ايه ده، ويجيلك تتكلم وانت نايم وتتحرك وانت نايم، وكمان تصحى بالتالي لان انت مراحل النوم بتاعتك حصل لها نوع من انواع الديستربنس. لانك ما دخلتش في الديب سليب كويس، فتصحى تعبان، وتصحى مش مبسوط، مش واخد كفايتك من النوم. حتى لو نمت عدد ساعات كبير، نايم 9 ساعات وبرضه قايم جسمي مكسر. ليه؟ علشان انت مش عارف تخش في ديب سليب. ليه؟ اصل الموضوع ده بقى ايه؟ ان انت علشان انت مش عارف تتعامل مع القلق والانكزايتي والتوتر اللي ماشي الصبح، اللي ماشي معاك الصبح. وحتى بعض الادويه كمان، للاسف الادويه حتى بعض الناس بتوصف انواع معينه من مضادات الاكتئاب علشان ناخدها قبل ما ننام، عشان تساعد على النوم، تساعدك على النوم، وتجيب لك كوابيس، وتخلي الاحلام بتاعتك فيفيد، يعني اللي هو اكنها حصلت في الحقيقه يعني. ف فتبقى هنا. علشان كده كنت بقول لكم امبارح ما تاخدش ادويه، او ابعد على قد ما تقدر، خصوصا في فتره ان انت داخل على الامتحان، ابعد على قد ما تقدر عن الادويه. وان اضطريت وخلاص الدنيا بايظه خالص ومش عارف تنام، يبقى تحت اشراف الدكتور النفسي. الدكتور النفسي مش اي دكتور تاني، علشان يتابع معاك هتاخده امتى وازاي وهتوقفه امتى وايه النوع المناسب والكلام ده كله.
تمام. فهو ده التفسير. لو انت قدرتي تعملي الخطوات اللي انا قلت لك عليها قبل كده في اجابه سؤالك قبل كده وفي الحلقتين اللي فاتوا، الدنيا هتبقى اهدى بكتير، وبالتالي يبقى احنا عالجنا الموضوع من جذوره، الانكزايتي قلت وادائك في المذاكره بقى احسن ونومك بقى احسن. ايه تاني؟ اهو اهي حتى بتكمل، واني بنام اكتر من 10 ساعات وكمان وبتخن، وانا عمري ما كنت بتخن اصلا، والبيت كله بيقول لي انت السبب، انت اللي ما ذاكرتيش من الاول. طب بصي، كل الاهالي انا مش هقدر اتحكم فيهم، ده كلام مش صح. يعني هم غصب عنهم بيقولوا كده لان مفيش حاجه هيقولوها في الوقت ده، او هم they don't know better يعني. بس مش هقدر امنعهم، ولكن ده طبعا غلط. كله بيقول لي انت السبب، انت ما ذاكرتيش من الاول. انا بحاول افهمهم اني فعلا مش عارفه اذاكر من اول يوم في السنه، بس محدش فاهم ولا حاسس ده، غير اني عندي عاده وحشه اني لما ببقى بضغط بتضغط بفضل اعور في دراعي بضفري لحد ما اتشوه بقيت بلبس بكم. دي خطوه كويسه جدا ان انت تحاولي على قد ما تقدري تمنعي نفسك من التصرفات دي. ما تنجريش وراها، لان يعني هنبقى عندنا مشكله تانية عايزين نعالجها، حاجه تانية، تصرف تاني من القلق ومن التوتر بعمله ومحتاجين بقى ليه علاج كمان. ففكره ان انت غطيتي نفسك، والله انا شايفه ان دماغك حلوه جدا، يعني ان انت بتفكري بشكل كويس جدا اللي هو ازاي تتعاملي مع نفسك وتمنعي الاذى عن نفسك. حته بقى كنت بدخن وكده، خلاص احنا فاضل لنا كام يوم وكلنا بندخن، علشان الموضوع مش ليه علاقه بس بالبتاع، بس قعدتنا في البيت ورمضان والكلام ده كله، كلنا بنعدي في الموضوع ده، ان شاء الله هنبقى نتكلم فيه بعدين. مفيش داعي خالص دلوقتي ان انت يعني تضغطي على نفسك في طريقه اكل معينه، تعملي دايت مثلا، او حتى يا ستي توزني نفسك كل شويه، او يعني خلاص حطي الموضوع ده على جنب، كله هيتلم ان شاء الله، كله هيتظبط بعد كده. احنا عايشين، انت عندك يعني 18، يعني ممكن تكوني 18 سنة مثلا، كبيرك 18 سنة صح؟ 18 سنة دي ان شاء الله بإذن الله يعني هتعيشي مثلا 80 سنة. انت قدامنا وقت طويل نظبط فيه الدايت ونظبط فيه الانكزايتي ونظبط فيه حاجات كتيرة جدا. فخلاص سيبي الموضوع ده على جنب. واعتقد ان حتى اهلك في الفترة دي هيهدوا عليك شوية، لان خلاص احنا يعني في امتحانات. ما تغيريش اي حاجة في يعني في جدولك، ودي نقطة مهمة. ان انت ما تستنصحش وتيجي قبل ايام المذاكره وتغير بقى زي ما قلنا مواعيد نومك او روتينك مثلا في الحياه، او تخش في علاقات جديده، او تمنع علاقات انت كنت مرتاح فيها مثلا. اللي هو ما تعملش قلبان، يعني خلاص امشي على اللي كان ماشيك طول الفتره اللي فاتت، وبعد كده نبقى نحل المشاكل الاجتماعيه والتخن والخسسان وكل الكلام ده والهالات السوداء، كل الكلام ده ان شاء الله هنظبطه بعد الامتحانات. ما نقعدش بقى نغير ونقعد نجرب حاجات كتيره دلوقتي، ما حبكش. انا عارفه ان رغبتنا ان احنا نعمل كده بتبقى عاليه قوي في الفتره دي، لان انت داخل على حاجه بينفul جدا بالنسبه لمخك. انا هقعد اذاكر واركز ومش عارفه ايه، وهو بيحاول يدور لك على اي حاجه يجيب منها متعه. فمتعه ان انا اجرب حاجه جديده، ان انا اتعلم حاجه جديده بتبقى عاليه قوي، يعني اللي هو الدوبامين بيبقى عمال بيحركك، اللي هو روح ارجوك اعمل اي مغامره، ارجوك اعمل اي حاجه جديده، علشان خاطر نحس ان احنا ايه. شوف الفيلم ده، اكيد فيلم يعني انت في العادي عمرك ما هتبص عليه، ولا الممثلين انت طايقهم، ولا القصه اصلا بتهمك، انت اصلا ما بتحبش الدراما والنكد. بس لا، انا عايزه اتفرج على الفيلم بتاع الدراما ده دلوقتي. ليه؟ لان انت مخك اكنه deprived، هو واخد ان الدنيا في مصادر سعاده معينه بتبقى موجوده، ودلوقتي كل المطلوب منه ان هو يخش في حاجات بتبقى painful ومزعجه بالنسبه له. فبيحلي لك اي حاجه اللي هو يمكن تلبي له الرغبه بتاعته، ان هو تعال نستمتع باي حاجه وخلاص. فبيحلي في دماغك ان انت تروح تعمل حاجات جديده وتخش في خناقات بقى وفي حوارات وتغيير سيستم للحياه، والكلام ده كله مش وقته خالص. امسك نفسك. وافهم ان دي تريك من البرين بتاعك، يعني دي حاجه، دي تريك، ده مش حقيقي، ده كله اوهام. ايه تاني؟ لسه في سنه في الرساله. انا نفسي ادخل المجال ده عشان اساعد اي حد مبيبقاش زيي، واساعد اي حد عنده مشكله ومش عارف يحكيها، ودي نيتي والله. انا بقيت بتكسف اقول لنفسي انا عايزه ادخل طب، بقيت اقول لنفسي انا ايه، اقول لنفسي ادخل طب. الموضوع بالنسبه لي بقى مجرد حلم مش اكتر، عارفه انه مستحيل يحصل. بالمناسبه انا طبيعتي ما بفضفضش مع حد، ولا عمري اتكلمت مع حد. انا طول عمري بسمع مشاكل الناس بحلها، ولو ما حلتهاش بسمع بس. ممكن تقولي لي اعمل ايه؟ عشان انا مش هينفع اروح للدكتور خالص، وده اخر امل ليا ان تردي عليا. اتمنى باي حاجه تساعدني. فيعني اتمنى ان انا اكون قلت النهارده واليومين اللي فاتوا حاجات تقدر تساعدك يا هدى.
كملي في حلمك، يعني ان انت تبقي عايزه تساعدي الناس، وان انت تديهم فرصه ان هم يتكلموا، وان انت شايفه ان دي كانت حاجه عندك اصلا، وان انت عارفه ان انت تعرفي تديها، دي كلها علامات كويسه جدا. وزي ما قلت لك ما تفتكريش ان دي الطريقه الوحيده ان انت تخشي طب، دي سكه طويله قوي اصلا علمك، سكه الطب دي ان انت في الاول تمشي في الطب كله 7 سنين، وبعد كده تتخصصي وتاخدي معاها اعصاب كمان ومش عارفه ايه، وبعد كده تاخدي ماجستير، وبعد كده مش عارفه، وتدريب، قصه طويله الله اعلم. يمكن يكون ربنا ميسر لك حاجه تانية، سكه تانية تمشي فيها وتعملي بالظبط اللي انت عايزاه. وستيل انت ممكن تعملي اللي انت بتقولي عليه ده من اول دلوقتي، يعني انت اوريدي بتعمليه، فانت ممكن تنمي ده وتركزي عليه تاخدي الموضوع بحب مش بتنشن، ان هي دي السكه الوحيده، وانا لو ما مشيتش فيها خلاص الدنيا طارت وضاعت. تمام. اتس نيفر تو ليت، ما تقلقيش وما تخافيش من الموضوع ده خالص. بس انا كده تقريبا خلصت الاجابه. بالنسبه بقى للحاجه اللي بتحصل برضو قبل الامتحان، دي يعني كنت بعملها كتير قوي وانا صغيره، وما كنتش فاهمه ان دي غلط تماما وملهاش اي لازمه وبتوتر وبتضايق وخلاص. لما تكون خلاص انت قبل داخل اللجنه بتاعه الامتحان، ما تحاولش انت تحفظ حاجه جديده. الناصحين عندنا، ناصحين من صحابي كانوا عارفين ده تلقائيا، فانا بفكركم فيها. لو انت بتحاول ان انت مثلا تراجع على حاجه قبل الامتحان، حاجه جديده تماما، خصوصا لو حاجه جديده تماما، دي ملهاش اي لازمه، لان هي مش هتخش دماغك اصلا، مش هتخش دماغك. انت هتفضل تقراها وهبص عليها وبتقولها بصوت، مش هتخش ولا حتى على شورت ميموري. خصوصا لو انت وانت بتعمل كده، انت بتعملها وانت بتوتر جدا، يعني انت بتعملها وانت عرقان وانت قلبك بيدق بسرعه، وايه ده، ودي معلومه جديده، مش هتعرف تدخلها اصلا. المخ دلوقتي شغال بايه؟ آه زي ما دانيال سيجل بيسميها، اللي هو upper stairs brain والlower stairs. ماشي. الابر ستيرز اللي هو المخ بتاع التفكير والتخطيط والفهم والتحليل وكل الكلام ده، اللي هو القشره المخيه. ماشي. في حاله القلق وفي حاله الخوف وانت داخل على لجنه الامتحان، اللي بيبقى شغال هو اللي هو جزء تاني من المخ مسؤول بس ان هو يحميك. ان احنا دلوقتي هو اللي مشغله حاجه اسمها فايت اند فلايت ريسبونس. فايت اند فلايت دي معناها ان احنا في خطر، فكل تفكيرنا ان احنا دلوقتي هنخش الخناقه، هنتخانق وندمر اللي قدامنا ده، ولا هنجري، ولا هنقف في مكاننا، هنتصرف ازاي. فانا في موقف حرب دلوقتي، فالكورتكس مش موجوده اصلا، اللي هي اللي بتساعدك على التفكير وتخزين المعلومات وتحليل المعلومات، مش موجوده اصلا. انت بتحاول ان انت تعمل حاجه مش هتتنفذ، لان النوع المخ او خلايا المخ المسؤوله عن التركيز والحفظ في ده مش شغاله معاك اصلا. فكل اللي هتعمله ان انت بالطريقه دي هتزود قلقك وتوترك، وقد فعلا ده يؤدي لصعوبه بعد كده ان انت في الامتحان ان انت تقدر توصل تجرب المعلومه اللي اوريدي موجوده جوه. فلو انت لقيت نفسك متوتر جدا جدا، ما تحاولش ان انت تفتح اي حاجه جديده، حتى لو قالوا لك ان هي جايه في الامتحان، مش هتعرف تحفظها، وكمان هيأثر على ادائك في الاسئله التانية وفي الحاجات التانية. لو انت بقى هادي شويه، لو انت هادي لا وخلاص ويعني والحمد لله مظبط الحاجات التانية، وفعلا عندك استعداد، انت هادي تماما وقادر تحس ان انت مركز في الحاجة اللي بتقراها، وقادر تخزنها وتظبطها في دماغك بسرعة قبل ما تخش الامتحان، ماشي، خير وبركة، بس مش وانت متوتر. ماشي. والحاجة التانية ان انت دلوقتي متوتر، وعندك الارج بقى، انت خلاص دحيح وعندك الارج ان انت تبص في حاجه قبل ما تخش الامتحان، خلاص يبقى هتبص على الحاجات اللي انت عارفها ميه، او هتراجع الحاجات، او هتقول بقى ايه العوامل بتاعت مش عارفه ايه واحد كذا اتنين كذا، حاجات انت اللي هي ميه في دماغك اصلا. فدي هتديك بالعكس، هتديك احساس ان الدنيا كويسه، وان انت شاطر، وان انت فاكر حاجات وكده. طبعا الناس اللي بتعمل كده مع ناس تانية اشطر منها، او ناس تانية يعني دماغهم احسن، مرتبة بطريقة تاني مختلفة عنك مثلا، هيوتروك جدا ساعة الامتحان. فبرضو خليك ناصح، انت فاهم نفسك وفاهم الجروب بتاعك عامل ازاي، وانت شوف ايه، خليك مرن، شوف ايه اللي يناسبك واعمله. التريك الوحيدة هنا في اللقطة دي، انت داخل الامتحان القلق عندك زايد جدا، ما تحاولش انت تدخل معلومة جديدة، مش هينفع، هتضر نفسك، مش هتنفع نفسك في حاجة. انا كده خلصت كل التريكس يعني الحركات بتاعت الموضوع ده. خليني بص على الاسئله، لو في حاجه ليها علاقه بالموضوع ده تحديدا نجاوب عليها. ماشي. نجلاء وعليكم السلام. طيب، وانا بصلي وانا عايزه اصلي بحب الصلاه تمام، وانا بصلي بقى جوايا حد بيقول لي خلاص انا زهقت، انتي بتصلي ليه كده كتير، كفايه كده، فاهماني؟ ما قدامكيش حل غير ان انتي تكملي
بصي، خلي الموضوع ده في حلقه لوحده يا نجلاء، معلش خليه في حلقه لوحده لانه بعيد شويه عن حته الامتحانات. العناوين بتاعت الاجابه بتاعت السؤال ده وهبقى افسرها في مره تانية ان شاء الله. استمري في الحاجه اللي انت تعمليها، ما تبعديش، تشوفي ازاي ممكن تبقي كرييتيف، ان انت ازاي تخلي مخك يشتغل. يعني ممكن تكوني انت عماله بتصلي وانت يعني حاجات اللي هو ساعة انت مش عارفه يعني انت بتقولي نفس السوره اللي بتقوليها على طول، نفس الادعيه اللي بتقوليها على طول، لسانك هو اللي شغال، فعشان كده مخك في حته تانية خالص. فحاولي تدوري على حاجه تخليكي تبقي يعني مركزه في اللي انت بتقوليه. شوفي الحلقه دي، الحلقه اللي هي بتاعت ازاي نستفيد من العشر الاواخر، هتلاقيها نزلتها من كام يوم كده، هتلاقي فيها تفاصيل كتير قوي ممكن تساعدك في الموضوع ده. التركيز مع الاكتئاب لدرجه اني مش بصلي ولا بعرف اركز. طيب هل في اسئله تانية؟ برضو خلي السؤال ده نفرد له حلقة تانية، ولكن في شوية حاجات اوريدي موجودة، يعني انا مش هعيدها كلها دلوقتي، بس في شوية حاجات اوريدي موجودة ممكن ترجعي لها وتبصي لها لحد ما نعمل لها حلقة لوحدها. لان خلي بالك انت بتتكلمي التركيز عموما وانا عندي اكتئاب، مش وانا مضغوطة بس وعندي امتحانات او عندي حاجة قريبة. فعندنا الحاجات اللي ممكن تفيدك في الموضوع ده ايه؟ الحلقة اللي هي بتاعت 13 طريقة، 13 طريقة تعرفي تسيطري بيهم على دماغك او على تفكيرك، هتلاقيها بالاسم ده، هتلاقيها في الفيسبوك وهتلاقيها في اليوتيوب. فدي اهم حاجه عايزاكي تبصي فيها، لان فيها طرق متنوعه ازاي تخلي دماغك تبعد عن التفكير السلبي، وازاي تخلي دماغك تبص او تركز في الحاجات تركز في حاجات تخليكي تفكري بشكل ايجابي. تمام؟ فانا كنت مجمعه فيها اكتر الطرق الفعاله للموضوع ده. خلي بالك برضو في حتة ان انا علشان انا مش عارفة اركز فما بصليش، مش عارفة اركز فما بذاكرش، مش عارفة اركز ان انا اعمل كواليتي تايم مثلا مع العيال فما بعملهوش. دي خطة مش كويسة، انت كده بتتجنبي الحاجة اللي خايفة منها، بتتجنبي الحاجة اللي بتحسسك بانجاز، ده تجنب. فلو في حالة الانكزايتي فانت بتتجنبي الحاجة اللي انت خايفة منها، فبتزودي احساسك بان انت it's something big. وفي حاله الاكتئاب انت بتزودي الاحساس بالذنب وبتزودي الاحساس بعدم الانجاز. ايا كان نفسيتك ايه، ودي دايما بنقولها في كل حاجات الاكتئاب، ايا كان نفسيتك ايه، اكسري الدايره وصلي. حتى لو مش مركزه، صلي، ذاكري، اشتغلي، اقعدي على المذاكره. ايه تاني من الحاجات، من الحلقات اللي كنت اتكلمت فيها عن التركيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا هبص على الشانل علشان اقولك بالتحديد انا اتكلمت، اصل الموضوع ده غطيناه كتير قوي، فانتي اوريدي ممكن تبصي على حاجات لحد ما نجمعه في حلقه. ادي هي الفيديوهات. انا ماليش نفسي اعمل حاجه، الحلقه اللي هي بالعنوان ده انا ماليش نفسي اعمل حاجه، والحلقه بتاعت اللي هي برضو انا مش هقدر اخد بريك، دي مهمه، واكسر دايره الخوف، دي مهمه برضو. والحلقه الطويله اللي انا كنت مسجلاها مع الدكتور عن علاج الاكتئاب، واصلا يا رانيا ازاي هنعالج الاكتئاب عن طريق مثلا اللي هو الكورس بتاع معالج نفسي. لان ده انت محتاجه، يعني احنا مش بس التركيز مع الاكتئاب، هو احنا ليه بنتعامل معاها؟ لانه حاجه احنا مش هنعرف نعالجها، احنا مش هنعرف نعالج الاكتئاب بقى فخلاص نتاقلم معاه. لا، هو اصلا انت محتاجه نشوف ايه السيستم اللي ماشي في دماغك، الدماغ بتفكر ازاي، بتبرسيف الامور ازاي، ونبتدي نشتغل عليها ونصلحها ونظبطها. فماشي التركيز مع الاكتئاب ده في حاله ان انا مضغوطه اليومين دول ومحتاجه ان انا بسرعه الحق اظبط حاجه، فهتشوفي الفيديوهات اللي فاتت وهتستخدمي التكنيكس اللي فيها. ولكن انت محتاجه ان انت تمشي بقى خطوه في خطوه في العلاج النفسي بتاع الاكتئاب. تمام؟ علشان بس ما اطولش عليكم، عشان انا عارفه ان الفيديو ده اصلا موجه للناس اللي عندها امتحانات ومزنوقه اليومين دول. فاشوفكم بكره باذن الله. سلام عليكم.